نصيحه تؤجر عليها ايه ده؟ بجد والله. رمضان للصيام، حلو. للزكاة، حلو. اللي حس بالناس، مش بالاكل والشرب ومسلسلات وتاريخ وداخلي. انت راجل محترم. بالظبط. صوم طيب. أيوة. اصحابك كده نصيحه قبل رمضان هتقول له ايه؟ ساعة قبل رمضان اه اقول له توب الى الله توبه نصوحه كده، وخش دخلة رمضان دي اعتبرها سنه جديده، وافتح صفحه جديده الحياه. انت داخل يعني عشان ربنا يرزقك كده. اقول لك ايه، صلي وصوم وادعي ربنا واذكره واعمل الخير. انت راجل محترم، بس انت هتعمل كده؟ انا اعمل كده ما اعملش ليه؟ صوم طيب. يابا انت طيب. لو هنقدم نصيحه واحنا داخلين على رمضان للناس كلها تقول لهم ايه؟ هي في حاجات طبعا لازم تتساب، زي ايه؟ اهم حاجه التلفزيون والسوشيال ميديا. تمام. ليه؟ عشان تعرف تقرب من ربنا صح. تمام. دي الحاجات الوحيده اللي بتلهيك عن القران، عن الصلاه، عن التقرب من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فانت داخل في رمضان، شهر مغفره، شهر تصفد فيه الشياطين. فانت مع نفسك بقى لازم تجاهد نفسك، لازم تجاهد نفسك. اجاهدها ازاي؟ التليفون، فيس، الواتس، الحاجات دي لا طبعا الغي. احاول ان انا اتقرب من ربنا صح، عشان انت طبعا انت دلوقتي في حاجه اسمها الموت فجاه. خلي في فكرك ان لو مت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ من مات على شيء بعث عليه. فلما تموت على قراءه قران احسن ما تكون ميت على فيس. لما تموت وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى احسن من ان انت قاعد بتتفرج على مسلسل ولا ماتش كوره ولا بتسمع اغاني. اهم حاجه تجاهد نفسك. ازاي امنع نفسي عن الحاجات ديت؟ ليه؟ عشان انال المغفره من الله سبحانه وتعالى. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي. تقول نصيحه لوجه الله للناس كلها اللي بتسمعنا تقول لهم ايه؟ نصيحة لوجه الله، اتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. آمين. يعني كمل باقي النصيحه بقى. يعني لو اخوك اختك حد هيسمعك يعز عليك هتقول له ايه لو هو قدامك يعني؟ نصحه انه ما يكررش اي غلط عمله قبل كده ويتعلم من اخطائه اللي فاتت. انت راجل محترم. كل سنه وانت طيب. وانت بس عاوز فلو هتقدم نصيحه للناس كلها او لاخوك واختك اي حد بيسمعك فهتقول له ايه؟ اقول له ايه؟ ولا مش عارف والله اقول له ايه، في حاجات كتير. طب يعني نصيحه سريعه كده لوجه الله. اقول له اتقي الله، خلي بالك من الايام ديت، عشان الايام ديت احنا في الاخر. نعم. في الاخر والله. صح والله. فقرب من ربنا. انت راجل محترم. كل سنه وانت طيب. لو هنقدم نصيحه لحد لاخوك اختك كل حبايبك اللي بتشوفونا على الفيسبوك ايوه، فتحب تقول لهم نصيحه لوجه الله تقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم كل واحد يخليه في حاله، وكل واحد يعني فاهم انت ازاي ايه، يعيش مع نفسه ويخليه في حاله اليومين دول ما احسن. تتدخلش في امور الناس يعني. احسن. كل سنه. كل واحد يخص نفسه بنفسه. كل سنه وانت طيب. انت طيب.